طريني. افكر معاكي في ايه؟ انت لازم تبلغي البوليس. طبعا لا، واقول ايه للبوليس؟ طب افرضي الزفت ده اللي بيكلمني كان بجد مع حاجه ممكن تضرني. انا شغلي ما فيهوش هزار، اشاعه واحده بس ممكن تجيبني الارض. طب عماد ما يقدرش يعمل حاجه؟ ما هو ده اللي قلقني. عماد حاطط اعصابه في ثلاجه، وده اللي انا مستغربه له. مش خايف من رحيم؟ ما اظنش. طب مش جايز رحيم هو اللي بيعمل كده؟ لما عرف انك اتخطبتي لعماد يعمل كده علشان تسيبي عماد وترجعي له. انا فكرت في كده، بس رحيم ما يعملش الحركات دي. امال مين بس يا بنتي؟ مين اللي عمال يكلمك ده؟ ده حتى ما طلبش منك طلب واحد. ماما، انت فاكره انا ازاي اتعرفت على رحيم؟ لما رجع لنا الارض اللي خدوها عمامك غصب عن ابوكي. بالظبط كده. يعني انا لجأت له لما كان عندي مشكله. طب مش يمكن هو بيعمل كده تاني علشان ألجأ له؟ يعني هو كرامته ناقحه عليه، مش عايز هو اللي يجي لي، عايز انا اللي اروح له؟ يا بنتي انت مجنونه، ما انا لسه قايله لك الكلام ده. ماما، ما هي حاجه تجنن فعلا. يعني استحاله كل ده بيحصل في نفس الوقت اللي خرج فيه رحيم. اسمعي يا داليا، لو ما كانش حصل لك اي حاجه ورحيم خرج كنت هترجعي له؟ هو كان في حد يصدق ان رحيم ممكن يخرج في يوم من الايام؟